وصفة تحفة تنفع للفطار وتنفع للعشا، حاجة كده سريعة وطعمها روعة. عندي طاسة بانزل فيها بمعلقتين من الزيت، بصلاية مبشورة، معلقة كبيرة من الزبدة، وبانزل هنا عندي بطاطس، كنت بحوالي واحدة كبيرة أو 2 وسط، باقطعهم مكعبات وباحمرهم في الزيت نُص تحميرة، وباقلبهم في البصل وباشوحهم مع بعض لمدة دقيقتين 3 كده يتشوحوا. بعد كده باكون محضّرة عندي البهارات، حبّة ملح صغيّرين، فلفل أسمر، شطة، بابريكا، من كل حاجة كده حبّة صغيّرين، وباكون محضّرة طماطم وفلفل، فلفل ألوان بقى، طماطم، من كل حاجة كده، يعني 2 طماطم، فلفل ألوان 1 فلفل أخضر، فلفل حراق، باحط الحاجات دي كلّها مع نقطة كده من الزيت في الفرن، يتشووا كده لمدة 15 دقيقة، وبعد كده بانزل بيهم على الخليط ده. كل الخضار ده عندي مشوي حطيته في الفرن، وبانزل عليهم بربع كوباية من المَيّة وحوالي 4 أو 5 بيضات، حبّة كده من الفلفل الأسمر ورشة ملح بسيطة، وحبّة كده من الجبنة الموتزاريلا على الوش، تطلع بالشكل التحفة ده. دي وصفة حلوة أوي تنفع لجوع آخر الليل، تنفع للفطار، طعمها روعة، ميكس كده من الخضار والبيض والجبنة الموتزاريلا. بُصّوا ما شاء الله. لو الوصفة بقى عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة.